ازاي يا رضوى اكون انا شخص سعيد مش طول الوقت ما ولا معظم الوقت؟ يا ستي 50 50، نص تعاسه ونص سعاده. مش معقوله طول الوقت متنكده وطول الوقت متنشنه وطول الوقت مش طايقه نفسي، مش معقول. قعدت اذاكر بصراحه شويه كتير ولقيت انه موضوع مهم جدا، انا ازاي اكون اصلا انسان سعيد. علشان احنا نعرف نكون سعداء لازم نفرق ما بين السعاده والمتعه، السعاده والاحساس بالنشوه. السعاده اني ادي، المتعه اني اخد. السعاده هي الخطوات اللي انا باخدها للوصول الى الهدف، لكن المتعه ولحظه النشوه لما بحقق الهدف. بيقولوا بره pleasure is dopamine و happiness is serotonin. serotonin thank you sir. يعني ايه؟ مادة الدوبامين دي مادة موجودة هنا في المخ، هي مادة كيميائية مسؤولة عن إفراز أو المخ مسؤول عن إفراز المادة دي اللي بيحسسنا بالنشوة بالمتعة. يعني ايه يا رضوى اللي انتي بتقوليه ده؟ لو أنا عايزة أشتري شقة مثلا وأنا بحوش لفلوس الشقة دي تتحقق السعادة. أول لما أشتري الشقة تتحقق المتعة. وأنا بجري على الجواز، خطوات الجواز أو الخطوبة، شبكة وبيت وبفرش، تتحقق السعادة. أول لما يبقى في علاقة زوجية، وطبعا أنتوا فاهميني، تتحقق المتعة. المتعة ينفع أدمنها لكن السعادة ما أدمنهاش. المتعة في الأكل، المتعة في الشوكولاتة، أعرف أدمن شوكولاتة بس الشوكولاتة ما تخلينيش سعيدة. الشوكولاتة تخليني مستمتعة. خلاصة الكلام، عشان أبقى سعيدة لازم أفرق كويس قوي ما بين المتعة وما بين السعادة. السعادة بتتمكن أو بتمكن عفوا في إن تكمن عفوا إن أنا أقدر أشاركها مع الآخرين. النهارده لما بطلع صدقه ببقى سعيده، لما بساعد حد ببقى سعيده، لما بشيل ابني او بنتي ببقى سعيده، لما بشتري لهم حاجه ببقى سعيده، لما بساعد حد من زمايلي ببقى سعيده، لما بنفذ طلب لحد ببقى سعيده. لكن المتعه اعرف اعملها لوحدي، انا اعرف اكل شوكولاته لوحدي، واعرف انزل امضي عقد شقه لوحدي، واعرف انزل اعمل شوبينج لوحدي، واعرف اسوق عربيه حلوه كان نفسي اسوقها من 10 سنين وواحده صاحبتي جابتها. دي متعه. انتي بقى عايزه تبقي سعيده ولا عايزه تبقي مستمتعه؟ الدليل على اللي انا بقوله ان في ستات كتير قوي بتروح تعمل نفخ وشفط وحقن وعمليات تجميل وهي مش محتاجه، تبقى فائقه الجمال. ليه؟ لانها ادمنت متعه انها تحقن وشها، فوشها بالتالي بيبوظ. ليه؟ لانها متعه مش سعاده. نعمل ايه؟ يعني كل اللي انتي بتقوليه ده نعمل ايه؟ واحد، اركز ما بين المتعه، ايه اللي بيمتعني وايه اللي بيسعدني، واللي بيسعدني ابتدي اركز عليه اكتر. السعاده في الرضا، والسعاده في اني احط اهداف، والسعاده اني ادي، والسعاده في تحقيق النفس، في تحقيق الذات. اللي انا بوصل له بقى دي المتعه. 2، ابطل اخاف عشان اعرف انبسط. لما اروح لدكتور تجميل اروح اعمل حاجه في وشي ولا في جسمي عشان ابقى احلى، ما اخافش ان انا بعمل كده عشان اعجز
عمري ما هستمتع. طول ما انا بعمل حاجه عشان خايفه عمري ما هستمتع. اصل انا مع خطيبي بيخوني وبيبهدلني وما بيسالش عليا. طب حضرتك مش عايزه تسيبي لي عشان انا خايفه لو سبته محدش تاني يبص لي، فببقى قاعده معاه مش سعيده، مستمتعه باللحظه فبدمنها. شغلك انا مش مبسوطه خالص، ومديري مستقصدني ومشغل ابن عمته معاه وبيديله اوفر تايم وانا ما بيدينيش. طب انت قاعده ليه؟ علشان خايفه اموت من الجوع. فبيحصل ايه؟ بستمتع بالمرتب بتاع اول الشهر اللي بعمل بيه ايه؟ بمتع نفسي بيه، مش بسعد نفسي بيه. بروح اشتري اكل وادفع قسط عربيه وادفع قسط شقه واروح اعمل شوبينج. انا بعذب نفسي عشان اتمتع مش عشان انبسط. مالها صاحبتك بتتكلم عليا من ورا ظهري تحبنيش؟ طب ما تسيبيها يا بنتي. لا ما هو انا اصلا مش شخص اجتماعي وهي دي الصاحبه الوحيده اللي ليا. لو انا دلوقتي قمت سبتها مش هلاقي حد تاني صاحبني. فبعمل ايه؟ ما بنبسطش بالصداقه، ما بنبسطش بالصحوبيه، بستمتع باللحظات اللي انا بحاول اقنع نفسي فيها ان البنت دي صاحبتي. تالت حاجه عشان اكون مواطن سعيد او انسان سعيد، وعن تجربه والله السيناريو اللي ربنا رسمهولك احسن واحلى سيناريو. ساعات كتير تسألي نفسك انا فلان دخل ليه حياتي وفلان خرج ليه من حياتي. طب ليه يا رب؟ طب ما انا كنت كويسه، طب ما انا ما كنتش بحبه، طب ما انا ما كنتش متعلقه بيه، طب انا كنت تمام، انا كنت قويه، انا ما حدش كان قادر عليا. ويبقى عندك علامه استفهام. انا ست وعارفه. في اجابات ممكن ما تلاقيهاش في الدنيا وفي اجابات ممكن تجيلك في الدنيا، لكن رب الخير ما بيجيبش الا الخير. لازم تبقي عارفه ومتاكده ان السيناريو اللي هو راسمهولك هو احسن واعظم سيناريو ليكي. يمكن يدخل في حياتك ناس ابتلاء، ويمكن يدخلهم درس، ويمكن يدخلهم علشان يمهد لشخص تاني يخلي حياتك احسن. والله اعلم يمكن ايه تاني انا معرفوش، انا مش ربنا. لكن اللي انا متاكده منه ان انت لازم يكون عندك يقين تام ان اللي بيخرج من حياتك، اللي ربنا بيكتب له انه يخرج من حياتك، تقولي عليه الحمد لله وهيجي احسن منه. وانا متاكده ان هيجي احسن منه. وهختم ان لو عايزه تكوني سعيده مع الثلاث حاجات اللي احنا قلناهم دول، لازم تكوني قريبه من ربنا. والقرب من ربنا حسب انت استطاعتك ايه. انا مش هقدر افرض عليكي حاجه لان انا شخصيا انا شخص مش محجب. لكن الروحانيات ما بيني وما بين ربنا ان انا متاكده ان ربنا بيعمل لي كل حاجه كويسه حتى لو حياتي ماساه، هتقطع عليكي نص الطريق.